السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الكنوز الستة في صيام الست من شوال؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الماتع لطائف المعارف، ذكر بعض الفوائد والحكم من صيام الست من شوال. سأذكر تلك الفوائد باختصار وأزيد عليها فائدتين بفضل الله سبحانه وتعالى، فنذكر بذلك 6 فوائد. الفائدة الأولى إن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان بنستكمل بها أجر صيام الدهر، يعني أجر صيام السنة كلها، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فرمضان ب10 شهور و6 أيام بشهرين، كده كملنا السنة كلها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام السنة كلها. رقم 2 من الفوائد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك، وقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. يبقى الفائدة الثانية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من صيام الست من شوال ان صيام شوال او صيام الست من شوال والاكثار من صيام في شهر شعبان عامله زي السنن الرواتب قبل الصلاه المفروضه وبعدها. يعني احنا قبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت امنا عائشه كما عند مسلم: كان النبي يصوم شعبان كله، وفي روايه: كان يصوم شعبان الا قليلا. بل ولما ساله اسامه بن زيد، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، قال له: يا رسول الله، ما رايتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شعبان؟ قال: نعم، ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يعني أعمال السنة، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. واضح كده؟ فالنبي كان بيكتر من الصيام في شهر شعبان، ثم بعد رمضان كان يصوم 6 من شوال. فالإمام ابن رجب بيقول لك فدي كانت عاملة زي السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة. احنا قبل الظهر بنصلي 4 ركعات، وبعد الظهر بنصلي ركعتين، وهكذا. فكأن احنا لما بنصوم في شهر شعبان قبل رمضان كأن شهر شعبان راتبة بالنسبة للفريضة اللي هي رمضان، ثم نأتي بعد رمضان ونصوم 6 من شوال كأنها أيضا راتبة من الرواتب الخاصة بصيام رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن رجب بيقول لك إن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حدث في الفرد من خلل أو نقص، وذلك لأن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة. ولعل حضراتكم فاكرين الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته قال جل وعلا لملائكته وهو أعلم: هل لعبدي من تطوع؟ فيقولون بلى. فيقول جل وعلا: فاجبروا نقص الفرائض بالنوافل، يعني النوافل تيجي تتحط مكان الفرائض. فكذلك نفس الحكايه، فلما يكون في صيام رمضان ده الفريضه، ممكن ما يكونش يعني الفريضه كامله قوي، ممكن يكون مثلا ما فيهاش برضو الصيام اللي هو كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها نقص، فتاتي الرواتب زي صيام شعبان، زي صيام الست من شوال، زي صيام النوافل، فتوضع مكان الفرائض يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. الفائده الرابعه حبايبي ان كما قال ابن رجب ان معاوده الصيام بعد صيام رمضان علامه على قبول شهر رمضان. طب ليه؟ قال لك لان من علامات القبول هو الحسنة بعد الحسنة، يعني لما الإنسان يعمل عمل صالح، فعشان يعرف إن العمل ده ربنا تقبله منه يبقى ربنا هيوفقه لعمل صالح بعديه، فلما يستقيم حالنا بعد رمضان زي ما كان قبل رمضان أو أفضل، فدي علامة على قبول شهر رمضان. فصيام الست من شوال علامة على قبول شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإمام ابن رجب بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن صيام رمضان بيوجب مغفرة، ويوجب ديت مش معناها إن في شيء يجب على الله، حاشا لله، وإنما هو شيء يوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، فلا مكره له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فاطر السماوات والأرض، يفعل ما شاء في كونه سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا صيام رمضان بيوجب مغفرة ما تقدم، وهذا إكرام ومنة من الله على عباده. فصيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وإن الصائمين في شهر رمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر وصيام الست من شوال يكون بمثابة شكر لله على هذه النعمة، فليس هناك نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. يعني لما نصوم ال6 أيام من شوال بعد رمضان كأننا بنشكر ربنا على إن ربنا وفقنا لصيام رمضان فكان سببا في مغفرة الذنوب، ومن غفر ذنبه دخل الجنة، فكأننا نشكر الله عز وجل بصيام تلك الأيام ال6. رقم 6 حبايبي أن الصيام هو عبادة من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ما فيش أي مثيل في العبادات أعظم من الصيام، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. بل وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى قال:
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. بل وعند النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وفي رواية عند النساء بسند حسن قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 100 عام. الله أكبر. وأخيرا كما ورد عند البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إذا يا حبيبي دي الكنوز الستة لصيام الست من شوال، إنه صيام الست من شوال بنستكمل بها أجر صيام السنة بفضل الله. الحاجة الثانية الاقتداء بالنبي لأنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة إن صيام شعبان وصيام الست من شوال يكون كالصلاة أو كصلاة السنن الرواتب التي تكون قبل وبعد الفريضة، فيكمل من تقص من الفريضة بما صمناه من شعبان أو من شوال يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك جبرا لأي نقص في صيام رمضان. رقم 4 إن معاودة الصيام يعني صيام الست من شوال بعد صيام رمضان علامة على قبول رمضان، لأن من علامات قبول الحسنة بعد الحسنة. رقم 5 أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، فكأننا إذا صمنا الست من شوال نشكر الله عز وجل أن وفقنا لصيام رمضان وكان سببا في مغفرة الذنوب، وليس هناك أعظم من مغفرة الذنوب. رقم 6 أن الصيام من أعظم العبادات، بل هو أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.